اهلا بيكم. النهارده احنا في حلقه جديده من حلقات كول تو كلوز. احنا هنتكلم عملي، مش مجرد كلام نظري. هقول لك ازاي تبدا شركه بروكريدج، وازاي لو كنت سيلز وبتبدا في شركه بروكريدج لسه ستارت اب تعمل ايه، ولو كنت عميل بتشتري مع شركه بروكريدج تبقى عارف ايه اللي ممكن تبقى محتاجه في الشركه دي. هنبدا نتكلم في اول شهر محتاج ايه. لو انا ببدا لسه شركه بروكريدج، ايه اول شهر ببقى محتاج اعمل فيه ايه؟ اول حاجه الهويه، يعني لازم بختار اسم الشركه، بختار لوجو، بختار اعمل مثلا صفحه فيسبوك، باسس التاسيس بتاع الشركه نفسها. ده لازم يبقى متاسس صح، لان الغلطه في الحاجات دي بتكلف شهور كتير جدا. خليني اقول لك الخطوات كلها اللي ممكن تكون محتاجها. يبقى انا بعد ما اخترت لوجو للشركه، وبعد ما اخترت اسم، وبعد ما عملت صفحه، وبعد ما بدات هشتغل، لازم ابتدي ادور على مكان. مش شرط المكان يكون كبير، المهم يكون قريب من كل المناطق الحيويه، عشان الموظفين والشغل لازم يبقى قريب منهم كل الخدمات دي. تاني حاجه. طب تالت حاجه ببقى محتاجها، مين الديستنيشن اللي هشتغل فيها؟ يعني هشتغل في اي منطقه، دي مهمه جدا جدا. هشتغل مثلا سخنه، لا هشتغل ساحل، اشتغل تجمع، اشتغل اكتوبر، اشتغل عاصمه. ده مهم جدا جدا ابقى انا عارف اشتغل ايه. وبعد ما استقر على المنطقه اللي هشتغل فيها في البدايه، لان يعني في ناس كتير بتبدا شركات بروكريدج عايز يشتغل على كل حاجه، بعدين هنشتغل على كل حاجه، لكن انا دلوقتي عايز ابدا. فببدا بالاساسيات، مكان، عدد السيلز ما يكونش كبير قوي، هويه للشركه، لوجو، اسم للشركه طبعا، شكل اللوجو عامل ازاي، لازم يبقى معبر كمان، او الاسم يكون معبر عن الهويه اللي انت بتشتغل بيها. يبقى انا اخترت الحاجات دي مهمه قوي. طب بعد ما اخترت الديستنيشن اللي هشتغل عليها، لازم اشتغل على المطورين. يعني ديستنيشن زي العاصمه فيها مطورين كتير جدا، انا هشتغل على مين؟ فلازم احدد المشاريع اللي انا هشتغل عليها، مشروعين او 3. انا بتكلم ده في اول شهر. طيب حاجه تانية مهمه جدا، الشركه حلوه جدا والمطور اسمه تقيل وعنده مشاريع كتير، هختار كمان المشاريع اللي هشتغل عليها. يعني هشتغل، هفوكس اكتر او هركز اكتر سكني، ولا هركز اكتر تجاري واداري، ولا هركز اكتر ان انا اشتغل لا ساحلي اكتر. ده مهم جدا 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 وانت بتعمل شركه بروكريدج. وانا طبعا بختار المطورين اللي هشتغل معاهم في حته مهمه قوي قوي لازم اكون مركز فيها. في مطور بيعمل براند كويس زي مثلا المدن في العاصمه عامله براند حلو جدا. طب في مطور عنده الار او اي عالي جدا زي هوم تاون بكل المشاريع بتاعتها اللي في العاصمه. طب في مطور عنده الثقه والتراست زي المقصد او سيتي ايج، عندها المقصد وعندها جاردن سيتي. دي مهمه جدا جدا. كل اللي احنا قلناه ده بقى بيتربط بالسي ار ام. لازم يكون عندي سي ار ام مظبوط عشان يقدر يحافظ لي على كل المنظومه دي تبقى شغاله صح. هديك مثال، مثلا شركه من الشركات بدات، صاحب الشركه ومعاه شريك ومعاهم 2 سيلز وادمن، دول قدروا يقفلوا في 3 شهور 17 بيعه. ايه اللي خلاهم يقدروا يعملوا ده؟ عشان اتبعوا الخطوات دي صح. عدد السيلز ما كانش كتير عشان يسهل متابعته، عدد الليد اللي كان بيجيبها مش كتير عشان عدد السيلز قليل، فبالتالي ما احتاجش يجيب ليد كتير. عنده ادمن مظبوطه جدا ماشيه بالساعه مع السيلز مع الليد مع العملاء. مركز جدا في المناطق اللي بيشتغل فيها، بيشتغل في منطقه معينه او بيشتغل في منطقتين معينين، مركز جدا في مشاريع معينه. فده قدر يحقق منه 17 بيعه في وقت حلو جدا في 3 شهور. بالنسبه للعدد ده رقم حلو جدا.